وبسم الله بدينا فيه. اول شيء طبعا لازم نركب الهريس مبكر. الهريس عندنا هالثلاث مكونات: لحم، طبعا هذا لحم خواصر ذبح الكويت عجل، وهذا عندنا طماطتين 5 عواده دارسين الاصلي، بصله واحده بس ما شاء الله راهيه تمام. وعندي هذا الهريس منقوع من امس، الحبه طبعا شوفوها، حبه مو مستويه منتهيه، وهذا لازم الهريس كذي يا جماعه، لازم يتنقع مبكر. طبعا هذا راح نكت مايه الحين ويطلع لنا الهريس صافي تمام. ننزل طبعا اول شيء المكونات هذه على ماي بارد يا جماعه، ماي بارد مو حار، ها ماي بارد. لا ما ينزل اللحم على ماي حار عشان ما يعصي عليك. وهذا اللحم كله قدامكم، ها نزلنا تقريبا 3.5 كيلو او 4 كيلو، عندنا 4 كيلو هريس. الحين عاد نطول على الشوله ماكو مشكله عشان يطلع زباده ونسحب سفرته كلها، بعدين عاد نشيل المكونات هذه. خليكم معانا. الهريس اللي كل مره الاعتيادي نسويه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هريس باذن الله فاخر ان شاء الله، لحمه زينه وشغلك مرتب. وهريس طبعا هريس ما شاء الله مال مطاحن نقع من امس. طبعا يا جماعه يعني 90% من طعم الهريس على لحمتك زينه راح تاخذ نتيجه طيبه باذن الله. طبعا انا حاط 3.5 كيلو او 4 كيلو لحم، ترى حاط 4 كيلو هريس. زدت الكميه شويه لانه ما شاء الله تبارك الرحمن طلابه وايد. وهني ما شاء الله بدا يطلع الزباد مال اللحم، نضفه كله، هذا لازم ما نخلي ولا عود. اللهم لك الحمد. يا جماعه نشيله كله ما نخلي ولا عود، كثر ما نقدر نشيل. كل ما تشيل كل ما تاخذ نتيجه افضل، كل ما تصير طبختك احلى. ان هذا يعني، وما شاء الله بعد ما نضف ماينا تماما من اي شيء، يعني هذا شيء بسيط كلش بس ما يذكر، لكن شوفوا يا جماعه ابيض، يعني الابيض ما ياثر. رفعنا الطماط ورفعنا البصل، والحين هذا هريسنا. بسم الله على طول ننزل هريسنا في الماي. طبعا هذا ما شاء الله 4 كيلو هريس، ما شاء الله تبارك الله. 4 كيلو هريس منقوع من امس، يعني باذن الله راح يفتل معانا فله طيبه ان شاء الله. وما شاء الله بدا يقلب ماي الهريس، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين عاد نكتم عليه 3 ساعات ان شاء الله، 3 ساعات ونص ان شاء الله خالصين باذن الله. ماي حتى ماي ما شاء الله قانوني على حد الخط، اهم شيء ما نتعدى الخط. باذن الله فالكم الهريس اللي ان شاء الله شيء مرتب باذن الله. خليكم معانا ان شاء الله، اخذنا سجه ونرجع لكم ان شاء الله. الله يحفظكم. وبسم الله دخلنا المطبخ، وهذا هريسنا. ابي اسكر عليه مره واحده، بس ماني فاتح عليه، بخليه لين يكمل الساعه 4:30 وبفتح عليه، خليه على راحته. بس قاعد يطبخ ترى على نار. شوف التشه كلش تشه بسيطه. الحين عاد نبدا في مكبوس الفقع. خليكم معي بس اجهز المكونات وياكم بهالبي ان شاء الله. وعندي ما شاء الله اللحم. اول شيء هذا طبعا الفقع جاهز. اول شيء طبعا لازم يا جماعه كالعاده ننزل لحمنا على ماي بارد مو حار، ماي بارد، بارد. اول شيء نسحب صفارة اللحم كلها، وبعدين عاد نبين الخطوه اللي وراها. خليكم معنا. ما شاء الله لحمتنا اليوم فيها دهن، وهذه اللي راح تصير انطع واحلى ان شاء الله. نزيد على الشوله شويه عشان نخلص شغلنا بسرعه، ما عندنا وقت. بضغطه ساعه وخمس زياده، العيال يبون مستوي زياده، اخلي ساعه وخمس، ابي ينهري مره واحده. خليكم معي. ونفس الخطوات المعتاده، نرفع زفرة اللحم علشان نحط عليه بهاراته ونكتم عليه ونخليه يطبخ تقريبا ساعة إلا 10 أو ساعة وربع أو ساعة وخمس، اللي كل واحد وحسب نوع الاستواء اللي يبيه. في ناس ما تحب اللحم مستوي وايد تخليه شوية، في ناس تحبه مستوي زيادة تخليه زايد. احنا والله الصراحة نحبه منهري مو مستوي، نحبه منتهي. وهنا يا جماعة نزلت زيت زيتون، وهذه بهاراتي. هذا ما يشفينا على الستار، حاب الستار وايد، طعمها وايد بالنسبة لي وايد لذيذ صراحة، يحلي الأكل. حطيت ستار، عشبة الهيل شوية يلا بسم الله.
بصل ثوم زنجبيل، بصل ثوم زنجبيل. بس نحمص بهارنا شويه بس عشان نبي شوف الهيله شلون انفجرت. خلاص خذت تقريبا خالصين احنا المرحله الاخيره. كافي. بسم الله ننزلها على اللحم. بس لازم يطلع الاكل لذيذ. اذا سويت الخطوات هذه لازم يطلع اللحم الاكل لذيذ، لانك انت قاعد تسوي خطوات يعني تجمل الاكل، تحلي الاكل. بهارات العدله حطيناها كلها صحيحه، ما حطينا اي بهار ناعم ولا شيء ناعم، كله خشن. اعطيناه حمسه خفيفه ونزلناه. ما شاء الله على طول قبعت عند الريحه القويه تبارك الله. الحين بملحه وبحط لازم عليه ليمون وعلبين فلفل، انا لازم متعود، وعلى طول اكتم عليه، وان شاء الله فالكم مكبوس الفقع اللي يخرع ان شاء الله. وملحته، وهذا 3 علو فلفل وليمونه واحده. طبعا الليمونه نقصص اطرافها واشيل الحب اللي فيها. هذه نقطه مهمه يا جماعه، دير بالك لا تخلون الحب اللي فيها، ترى الحب اللي فيها يمرر، لكن الليمونه تفتح لون اللحم وتحلي وتطير اصفاره. والفلفل هذا طبعا مو حراره، هذا نكهه، وهم بعد يطير اصفاره ويجمل اللحم ويحليه. وعلينا وعليكم بالعافيه. الحين بنكتم عليه وان شاء الله فالكم مكبوس فقع خطير او قاعة القدر، ما ادري، الخطه قدام، خلي يستوي اللحم ويصير خير. وبسم الله نفتح على هريسنا. طبعا لاني سكرت عليه مبكر، الحين 4:30 تقريبا، سكرت عليه مبكر فما يتش عندي، خليته على راحته، وانا عندي يقين ان شاء الله كله مستوي لنا ما شاء الله. الحين قاعد يطبخ، شوف، مع اني مطفي عليه من زمان، بس ها. وكالعاده الحين نرفع الماء كله ونرفع اللحم ونضبط امورنا، وبعدين نرجع مره ثانيه نملحه ونرد فيه الماء ونرد فيه اللحم، وان شاء الله نضربه بماكينتنا المعتاده. وفالكم الهريس اللي تبارك الرحمن انا دخت الحين من الريحه، اللهم بارك اللهم بارك. وما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هريسنا، حطي بالمضرب ثقيل حيل، انا رفعت الماء منه، اضربي به سم سم، ما شاء الله حيل حيل ثقيل. شوفوا شلون ابى انزل عليه الماء اللي رفعته كله، وهذا اللحم شوفوا ما شاء الله قاعد ينظفونه. هذا الماء الحين شفتوا اللي رفعته كله برد انزله، لانه ما شاء الله وايد ثقيل. وهذا اللحم ما شاء الله شوفوا قاعد ينظفونه، بس يخلص من اي يعني مطاميط ولا يعني اشحمه ولا يعني هذه يعني اي شيء مو لحم ينشال، اللحم صافي فقط. تعال يبا خذ هذا حط عليه يبا، وايد ثقيل هريسنا. بملحه الحين بعد، شوف ما شاء الله قاعد يشيلون شوي شوي. طبعا دارسين انا خليته فيه ما شلته، لانه النكهه كلها فيه. يا جماعه الضراب على مرحلتين. المرحله الاولى بدون لحم لين اتاكد ان عندي الحبات الهريس تتلف. المرحله الثانيه مع اللحم، وهي الاهم اللي تربط الهريس. طبعا الحين راح ينضرب خلاص يصير عادي، لكن المرحله الاهم بعد شوي مع وضع اللحم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا الحين المرحله الاولى من الضراب، وهذه المرحله الثانيه بعد نزول اللحم. شوف اللحم تبارك الرحمن نظفناه من كل شيء، ما في ولا يعني شيء غير اللحم فقط، ولا مطاميط ولا يلد ولا قضروف ولا شيء. يلا بسم الله، خل ارفع فوق عشان ما يلزق. ايوه فوق ارفع فوق ايوه ارفع فوق بعد فوق. انا ما شاء الله شوفوا شلون تغير لون الهريس، شوف شلون بدا يدش اللحم، شوف ما شاء الله تبارك الله. فوق ارفع فوق روح. ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله الله تبارك الرحمن. اليوم قدرنا لفوق، اللهم بارك. شوفوا القوام يا جماعه تبارك الله، شوفوا المطه ها تبارك الله علينا وعليكم ب1973 عافيه. وجينا حق الكينج السفره فقع. الحين طبعا فقعنا هذا مثلج، نحطه يطبخ له 10 دقائق او 7 دقائق جاهز. بملح الحين. هذا يا جماعه ماي اللحم، ماي سلق اللحم. رفعت اللحم كاهو ما شاء الله تبارك الله. طبعا شغل سريع عشان قبل الفطور، رشيته رشه هيل. الحين بيقلونه ويبونه لي. ابى اصفي الماي الحين وبكت العيش. وما شاء الله تبارك الرحمن دهنه زايد، لان ما شاء الله لحمتنا فيها دهن، وريحته ما شاء الله تبارك الرحمن دهن عود، والله دهن عود اللهم بارك.
هذا لحمنا بحرناه، هذا عيشنا كتيناه تبارك الرحمن. ها وزلنا مايه وزلنا ملحه، خلي على راحته الحين. وهذا فقعنا تبارك الرحمن يا الهاجري يا ابو عبد الله، ذهب ذهب. طع اللون يا جماعه، طع اللون. اللهم بارك، الله يعطيك الصحه والعافيه يا ابو عبد الله. اللي بس ياخذ ريحه الحمسه الحلوه هذه مباشره بنزل عليه الفقع. الفقع ما شاء الله طبخ تقريبا 7-8 دقائق ان شاء الله تبارك الرحمن. فقعنا اللهم بارك تقول شحمه، لا اله الا الله. وبسم الله ننزل فقعنا تبارك الله. اليوم ما شاء الله الحبن راهي، اللهم بارك. الحمسه العجيبه حتى تبارك الرحمن من غير فوق. وكل واحد وعلى مزاجه، كل واحد يسوي اللي يبيه، لكن اهم شيء النتيجه. شيء النتيجه. ولا ايش رايكم يا متابعين؟ ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بروح اخذ لي شاور قبل الصلاه الحين. بس الفقع طفينا عليه خلاص. الحين عاد بنرد على العيش مع اللحم. اللحم كاهو خالص بعد. بسم الله النبي الرب. بسم الله اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جد كل ياخذ الطعم. احنا فطورنا ترى يطيح ترى بعد التراويح، يعني عادي امورنا طيبه. امورنا حيل طيبه ان شاء الله. اللحم تفلي ما شاء الله الا حشره جدر واحد، الا حط له قصدير اكيد عشان الطعم كله يصير عنده. حط له قصدير بس. علينا وعليكم بالعافيه.